مساء الفل. شفنا طبعا الماتش النهارده، وشفنا الاداء المستفز للاعيبه النادي الاهلي، وشفنا كل المشاكل اللي بقالنا فتره بنتكلم عليها. انك ما عندكش مهاجم، انك محتاج مهاجم، انك ما عندكش حد بيرفع من الناحيه الشمال، ان احمد نبيل كوكا له ما له وعليه ما عليه، وبيعمل ماتشات دفاعيه كويسه وكل حاجه، بس مش باك شمال. ما عندوش الادوار بتاعت الباك شمال. فرقه يعني اسمها اول مره الاهلي يلعبها، وده اكبر دليل انها فرقه لا بتشارك افريقيا ولا ليها صولات ولا ليها جولات. يعني نفس الفرقه اللي كانت بتلعب الزمالك النهارده. وهقول لكم الفرق ما بين الاثنين، يعني هقول لكم الفرق ما بين اللي الاهلي عمله وبين اللي الزمالك عمله. وعارف والله ان ماتش الزمالك كان بيتلعب في مصر ووسط جماهير الزمالك، كل ده يعني ايه، انا مدرك ومقدر ليه تماما ومتفهمه يعني، بس عشان الناس ما تقولش ان احنا ايه بنتجنى على لعيبه النادي الاهلي ولا على المدرب الجديد. المدرب طبعا انا عارف ان ما ينفعش نحكم عليه من اول مباراه، واحنا اصلا من ايام ريبيرو مشكلتنا مش في مدرب. احنا كانت مشكلتنا مع ريبيرو اكتر من الفني. مشكلتنا معاه ان هو ما عندوش شخصية، شخصيته ضعيفة، هادي على الخط. يعني الحاجات اساسا الاساسية اللي بتخلي النادي الاهلي فرقة مميزة او فرقة ليها وضع مختلف عن اي فرقة تانية، هو روح الفانيلا بتاعت النادي الاهلي. هو الحمية، الاهداف اللي بتيجي في الدقيقة 90، اللي هو حاجات كده احنا كاهلي او كجمهور النادي الاهلي متعودين عليها. فهو ما كانش عنده اي حاجه من الحاجات دي، فعشان كده هو ما كانش مدرب ينفع. لكن انت المشاكل اللي عندك هي مشاكل في اللعيبه اكتر من ان هي مشاكل في تكتيك وفنيات والكلام ده. هنرجع لحته المهاجم، يعني هنرجع لحته ان احنا ما عندناش مهاجم. بس انت النهارده ازاي تريح جماهيرك؟ يعني ازاي فرقه اصلا نازله مسلمه لك نفسها وركابها بتخبط في بعض، ازاي تجيب جون واثنين وثلاثة عشان تبقى مريح نفسك ان ماتش العودة ما يبقاش فيه اي قلق ومفيش خوف ومفيش مشاكل، وتبقى الدنيا تمام والحياة تبقى لذيذة وسهلة، اللي هو بقى تتعادل، تجيب جون يدخل فيك جون ما تبقاش فارقة. ايه 1-0 وايه 1-0 في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، ومش جاي لك فرقة يعني قوية ولا، يعني يتهيألي الفرقة دي تصنيف تالت او رابع. يعني انت بتلاعب فرقة تصنيف تالت او رابع عشان تروح تغلبها 1-0 بالعافية. طيب اللعب بالنهار، احنا عندنا مشاكل باللعب بالنهار، وشوفوا الفيديوهات في القناة. يعني احنا عملنا كالوبريشن مع القناة القديمة بتاعتنا وحطينا كل الفيديوهات. هتلاقيني دايما بصيح ان لعيبة الاهلي ليه ما بتعرفش تلعب بالنهار. اصل يا جماعة انتوا مش متربيين في حواري ليفربول يعني ولا في لندن في مدينة الضباب ومتعودين على الجو الساقعة خالص. والله انتوا في مصر، يعني انتوا عايشين في مصر. فليه ان احنا مش بنعرفش نلعب بالنهار؟ اي ماتش الاهلي بيلعبه بالنهار الاهلي بيكون سيء جدا جدا. ارضيه الملعب النهارده انا كنت شايفها كويسه. الحاجه الوحيده النهارده اللي ممكن نتحلك يعني نتكلم فيها في الماتش شويه، او ان هي مشكله ظروف كنت محطوط فيها، هو الحكم. هو الحكم كان حكم قذر. الحكم ما اداش ما ادالناش حقنا. يعني مش هقول لك كان لينا ضربة جزاء ولا كان لينا مثلا فاول خطر او الكلام ده، لا انا بتكلم في الانذارات. الفرقه دي يعني على الاقل كده تطلع مرتاح 6 7 انذارات وطرد مثلا. الحكم ما طلعش ولا كارت اصفر تقريبا طول الماتش، يعني طول الماتش ما طلعش ولا كارت اصفر. فطبيعي ان لعيبه الاهلي بدات تبقى ان هي ايه، خايفه على رجليها، والتانيين بيتدخلوا تدخلات عنيفه، وعارفين ان مفيش ايه، مفيش رادع، مفيش حد يقول لهم حلكوا. يعني على رأي في فيلم ليلة سقوط بغداد، احمد عيد وهو بيقول ايه، مفيش سلاح ردع، ما عندناش سلاح ردع. هو ده بالظبط، ان احنا ما عندناش سلاح ردع. فالحكم اللي هو المفروض يحمي لعيبه الاهلي
ويحمي لعيبه الفرقه التانيه برضو لو لعيبه الاهلي بتتدخل بشكل مستفز او بشكل غلط. مش موجود، بيحسب فاولات بس. لكن الاداء طبعا يقلق. يعني 1-0 ازاي؟ يعني ازاي تروح تكسب؟ ازاي فرقه زي دي تكسب 1-0؟ انت المفروض على الاقل خالص يا عم 3-0، مش هقول لك 4 ولا 5، 3-0. وهم بقوا اخطر، يعني في الشوط الثاني هم بقوا اخطر. مشكلتي مع النادي الاهلي بقالي اكتر من سنه او سنتين، وارجع تاني وهقول من يوم ماتش الترجي النهائي بتاع دوري الابطال بتاع 2024 2024. من يوم ماتش الترجي وانت سيء. ماتش الترجي بالسوبر الافريقي، بماتش باتشوكا. يعني انت تخيل النادي الاهلي يبقى بيلعب في القاهره يجيب جون من مدافع، اللي هو كان الجون بتاع رامي ربيعه، مش فاكر كانت رأسيه تقريبا او شوطه حاجه كده، ويفضل 85 دقيقه بيدافع، او بيفضل 85 دقيقه مش عارف يجيب الجون التاني وانت على ملعبك. حاجه تحزن، يعني حاجه حزن. فاحنا عندنا مشكله كبيره قوي قوي في الجزئيه بتاعه ان انا ازاي بترجم الفرص لجوان. وازاي يعني الكوره مش ان انا ابقى ماسك الكوره ومستحوذ وبروح لل 18 والكوره تتقطع مني. هي مش دي الكوره. هي الكوره ان انا استحوذت اجيب جون. يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان انا في ماتش اطلع استحواذ 20% والفرقه الثانيه 80%، وابقى رحت بثلاث هجمات جبت 3 اجوان مثلا، او يا عم جبت جونين كسبت 2-0. الموضوع بسيط والله. خدت الكوره، انت عمال بتنقل في الكوره، مستحوذ على الكوره عشان ايه؟ ايه الهدف من الاستحواذ؟ الهدف من الاستحواذ ان انا اجيب اجوان بقى. يعني الهدف ان انا استحوذ ان انا اجيب جون. جيبوا جوان. محمد شريف مش مهاجم يا جماعه، والله ما مهاجم. يعني مش هنقعد بقى كل مره الاهلي يلعب فيها نقعد نقول محمد شريف مش مهاجم، محمد شريف مش مهاجم، محمد شريف مش مهاجم. ما ينفعش ان احنا نجيب محمد شريف. محمد شريف مبطل كوره من 2020. محمد شريف منتهي من اخر فتره مع موسيماني ومع كولر، من اول ماتش لغايه لما كولر قال ان هو مش عايزه وهو زي الزفت. ايه يا شباب؟ عايزين مهاجم. كهربا ما كانش مهاجم. محمد شريف مش مهاجم. عايزين مهاجم زي اسامه ابو علي. شفتوا اسامه ابو علي؟ عايزين واحد زيه. والله ما صعبه. شفتوا فيستون مايلي بتاع بيراميدز؟ عايزين واحد زي فيستون مايلي. اهو الموضوع سهل يعني. فيستون مايلي واسامه ابو علي ده بروفايل المهاجم. ما تجيبوش ناس مكسحه. ما تجيبوش ناس مكسحه زي الاخ مودست ووالتر بواليا ومحمد شريف ونصاص ومروان محسن. رغم ان انا كنت بحبه والله مروان، بس مش بروفايل النادي الاهلي، ومش ستايل الكوره بتاع النادي الاهلي. معلش تعالى كده. انت عندك دلوقتي في الدوري الاهلي مين الهدافين بتوعه؟ زيزو ومحمد شريف وتريزيجيه. تريزيجيه جناح وزيزو احنا بنلعبه خط وسط. فتخيل يا راجل يا مؤمن ان تريزيجيه جايب 4 اجوان وزيزو جايب جونين والمهاجم بتاعك جايب جونين. طب المهاجم التاني بتاعي ما جابش ولا جون، اللي هو جراديشار، او جاب جون. احنا بنهزر كده، احنا بنهزر. الاهلي محتاج صانع العاب. الاهلي محتاج جناح يمين بيلعب برجله الشمال. الاهلي محتاج باك شمال كويس، ومحتاج باك يمين احتياطي لمحمد هاني كويس، ومحتاجين مدافع اشول بيلعب برجله الشمال، حد كده زي محمد عبد المنعم او بروفايل محمد عبد المنعم. مهما غيرتوا مدربين ومهما عملتوا حاجه، ادي اول اختبار افريقي اهو 1-0 بالعافيه. هتقول لي بره ارضك والكلام ده، الكلام ده يا جماعه مش مع النادي الاهلي. اتعاملوا مع النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي، اتعاملوا مع النادي الاهلي بالقيمه التسويقيه للنادي الاهلي،
اتعاملوا مع النادي الاهلي بتاريخه، اتعاملوا مع النادي الاهلي بالتكلفه بتاعت اللاعبين بتوعه. يعني نتعامل مع النادي الاهلي بتكلفه اللاعبين بتوعه. النادي الاهلي السكواد بتاعه داخل في ال 50 60 مليون دولار يعني. فايه نقيس على ده. فلما ابقى لاعب فرقه درجه ثالثه من دوله اصلا يعني مش اسمها براوندي ولا براودي ولا يعني دوله مش موجوده على الخريطه، والفريق دوت يعمل عليك ماتش. والله عملوا علينا ماتش، يعني عملوا علينا ماتش. النهارده الاهلي اتعمل عليه ماتش وعملوا عليك هجمات. الهجمات ماشي ما كانتش خطيره بتاع، بس كانت ممكن تدخل فيك جول. يعني بتتفرج على الماتش وانت قلقان، قلقان لان انا مش شايف حاجه بتتقدم في الملعب. اللعيبه مستحوذين، يا فرحتي بالاستحواذ. وبعد ما استحوذ انا عايز استحوذ واجيب جون والتاني والتالت، عايز اخش منطقه الجزاء، عايز اشوف كور بتتشاط خطر مش كور بتتشاط لبره. تريزيجيه ارحمنا من الانانيه شويه، ارحمنا من الانانيه شويه والله بجد. يعني مش كده يا عم، مش كده. انت ما اشتريتش النادي والله، وما اشتريتش اعصاب جماهير النادي. فيعني مش عارف النهارده لو في حسنه في الماتش فهم حاجتين: محمد هاني واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر محتاج ياخد وقت اكتر، وقت اكتر مع توجيه انه يباصي على طول، يعمل زي ما كان بيعمل النهارده. بس هو احمد لما يبدا يشارك وياخد وقت اكتر في الماتشات، بيبدا ان هو ايه، يأنن ويبقى عايز يجيب الجون ويبقى بيلعب على اللقطه. احنا مش عايزين لا لقطات ولا عايزينك انت اللي تجيب الاجوان. جبت اجوان على عيني وعلى راسي والف شكر، ما جبتش باص لزمايلك، ما تزودش في الكوره. فاحمد عبد القادر محتاج ان هو يا عم اكيد مش هيلعب على بن شرقي واكيد مش هيلعب على تريزيجيه، بس على الاقل يبقى بياخد نص ساعه. يعني نزله لي في الدقيقه 60، نزله لي في الدقيقه 65، نزله لي في الدقيقه 70، ما تنزلوش في الدقيقه 80. ده بالنسبه لاحمد عبد القادر. ومحمد هاني اللي جايب فورمه وجايب مستوى، وهو اللي كسبنا النهارده. يعني هو الراجل عشان عمل عرضيه كويسه ومفيش هجوم، مفيش حد يستقبل العرضيه دي. اللعيب بتاع فريق ايجلز ده الكره خبطت فيه ودخلت جول. فهو محمد هاني بيقدم مستوى الفتره دي متميز جدا جدا جدا، سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. نتمنى انه يحافظ على مستواه، نتمنى انه يحافظ على مستواه، ونتمنى ان احنا ننبهه الفورمه اللي انت فيها دي يا محمد امسكها. محمد هاني يا جماعه بيعمل عرضيات، وبقى بيعمل عرضيات كتير، وبقى بيعمل كور كروسات كده وبيجي في نص الملعب ويعطي واحده ثرو عالي. يعني محمد علي بقى محمد هاني بقى عنده فنيات ظريفه. يعني بقى عنده فنيات ظريفه كده، وتحس ان مركز الباك اليمين بدأ يتملى شويه كده، وبدأ يبقى كويس في الدفاع وكويس في الهجوم. حتى الجبهه اللي شغاله هي الجبهه اليمين. هاني وزيزو عاملين مع بعض سواء في المنتخب او في الاهلي، عاملين مع بعض جبهه متميزه. نحافظ عليها بقى وننميها، ونحاول ان احنا يبقى عندنا جبهه شمال بنفس القوه دي. نتمنى عشان والله الماتش النهارده سيء سيء. اي حد يضحك عليك ويقول لك الاهلي وخدنا كسبنا انتزعنا الفوز من خارج الديار والكلام ده، كل ده هجص، كل ده رزع، مفيش الكلام ده. انت النهارده كنت وحش، انت النهارده ما عرفتش تترجم الاستحواذ بفرص. مش هقدر اقول تترجم الخطوره مثلا باهداف، لا، تترجم استحواذك بفرص. يعني فرص، هي لان هي فرص لا ترتقي لاهداف. ما هو انا محتاج ان انا ابقى بعمل فرص عشان اجيب اجوان، لكن انا النهارده لا عملت فرص ولا جبت اجوان، والجون الوحيد اللي جبته اون جول الفرقه الثانيه اللي جايباه في نفسها عشان عرضيه بس مرفوعه صح. فالاداره كده تقعد مع اللعيبه. في مدير فني جديد، مجلس الاداره يا دوب لسه كابتن الخطيب اعلن عن القايمه والانتخابات وبتاع، يعني لسه فالدنيا تهدى كده، نقعد مع بعض، نقعد مع اللعيبه، نقعد مع المدرب. يا عم الحاج انت شفت الماتشات القديمه وشفت الماتشات الجديده، قول لنا انت احتياجاتك ايه عشان نبدا بقى ايه نشوف نتائج كده باذن الله
ايجابيه. والفرق اللي يعني ايه، الفرقه اللي انا غالبها 1-0 دي، طب انا اقدر اشيلها 3 ولا اقدر اشيلها 4؟ تشيل ال3 وتشيل ال4. يعني ده حلم حياتي والله، ده امنيتي، ان انا فرقه الاقي ان انا عندي فرصه ان انا اهدف، وان انا اجيب اجوان، وان انا اضغط، وان انا اظهر بشكل كويس، استغل الموضوع واضغط واظهر بشكل كويس. لكن ما بقاش بعمل الكلام ده كله وبصرف الفلوس دي كلها وبجيب مدرب اجنبي ومحلل اداء وخبير استراتيجي وفي فلوس وفي دعايه واستقرار والحياه زبادي خلاط، واكسب 1-0 بالعافيه. تمام؟ لا تقول لي حر ولا تقول لي ان انا خارج الارض. فرقه محدش يعرفها في طبق اليوم عملت عليك ماتش النهارده في الوقت اللي الزمالك تمام كان بيلعب على ارضه وسط جماهيره وكل حاجه. 6-0 هو ده يا باشا. فرقه مش معروفه، يعني كوتوكو باين ولا ال ال ولا ديكي ولا فرقه اسمها غريب كده، وجايه كونفدراليه اول تاني تالت رابع خامس سادس. مبروك للزمالك ومبروك لجماهير الزمالك. والله لو بيلعبوا مركز شباب في الشارع وغلبوهم 6، مبروك. ليه؟ استغلوا نقاط الضعف اللي عند الفرقه اللي بيلعبوها وعملوا عليهم ماتش. يبقى الناس دي تشكر ولا ما تشكرش؟ تشكر. عمل اللعيبه رجاله ادوا اللي عليهم. ماتش سهل، ما اختلفناش انه ماتش سهل. ماتش على ارضك بتلعب الماتش الساعه 8 بالليل، مش بتلعب في الحر. تمام. بس اللعيبه كانت رجاله وعملت اللي عليها. انا بالنسبه لي انا شايف ان لعيبه الاهلي النهارده لا كانوا رجاله ولا عملوا اللي عليهم. وهنشيل بس كده من الاسامي بتاعت الناس: عبد القادر، زيزو، محمد هاني. الباقي كله اقل من العادي. كلكم اقل من العادي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، وان شاء الله كده يا رب يعني نقدر ان احنا نتوج بدوري ابطال افريقيا السنه دي عشان نضمن مكان في كاس العالم ونشارك في بطوله الانتركونتيننتال ل 2026 باذن الله. ونشوف الاهلي دايما في احسن مكانه وبياخد كل البطولات اللي بيشارك فيها، لان ده الطبيعي لفريق زي النادي الاهلي، والطبيعي الفريق بحجم النادي الاهلي. فكل التوفيق يا رب في اللي جاي، وباذن الله خير. يا رب خير. التوفيق للنادي الاهلي والتوفيق لمنتخب مصر. بنختم كلامنا بالصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. وما تنسوش طبعا اهلنا في غزه وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق واليمن وفي السودان وفي كل الدول العربيه المتضرره من دعائكم. ربنا يفك كربهم ويخف عنهم ويجعل كل الشعوب العربيه والاسلاميه باذن الله في احسن حال. اشوفكم على خير. السلام عليكم.